صباح الخير على كل مشاهدي قناة المحور ومتابعي برنامج يوم سعيد. احنا معاكم النهاردة في فقرة جديدة من فقراتنا المتنوعة والمختلفة. احنا هنا مع عازف العود اللي بدأ منذ فترة في عزف العود ثم توقف واتجه لصناعة العود. بيصنعوا من أول البداية، من أول ألواح الشجر المختلفة حتى الوصول للمرحلة النهائية والوصول للشكل النهائي للعود. هو كمان ابتكر أساليب جديدة ومتطورة بتخليه يفرق عن أي صانع عود تاني. كل ده وأكتر هنعرفه مع الأستاذ ميشيل لطفي، عازف وصانع العود. أستاذ ميشيل، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. في البداية نحب نعرف من حضرتك حضرتك بدأت من إمتى والفكرة جت إزاي؟ أنا نفسي أولا أرحب بحضراتكم إن في اهتمام كبير يخص صناعة آلة العود، لأن الموضوع ده فعلا مهم جدا. احنا بنطبق علوم الفيزياء في الصوت، فده مهم جدا إن احنا نكون نعمل انترستد عليه جدا للمستمعين والمشاهدين، لأن الناس كتير قوي بتسأل السؤال ده. البداية غريبة شوية. الصنعة دي معروف إن عنها بتورثوها الأبناء عن الآباء، لكن أنا بدأت بطريقة مختلفة خالص. أنا كنت بعزف في مجال الإنشاد الديني، ومن البداية أكتر حاجة جت بتواجهني إن ممكن عودي يتكسر مني وأنا رايح أخدم بيه في الكنيسة، فكان دي تخليني على طول أروح بيتنا أرجع وأعتذر عن الميعاد، ولا سيما كنت ببقى واخد مواعيد، يعني ببقى متضايق جدا إن لما أكون خدت ميعاد من حد وأعتذر عنه. فبالفعل كنت ممكن أعمل كده لو الميعاد لو العود اللي معايا انكسر والميعاد معايا ما ظبطش. فكان اهتمامي الكبير اني ازاي يكون معايا عود عملي جدا جدا جدا. ده كانت البدايه، انا ما كنتش بصنع ولا اي حاجه خالص. فاهتميت جدا ان يكون معايا عود بدون منطقه اللي بتتكسر، اللي هي بيت المفاتيح. حلمت البدايه كان حلمت بالعود، انه ازاي يكون شكله وازاي يكون هيئته. بس لقيت ان الفكره قريبه، مصنعاها في الجيتارات شركه رولاند وياماها، ونفذت بالديزاين بتاعي بنفس الفكره. الحقيقه الاول تعبت كتير، رحت لاكتر من صانع علشان اقول له على الفكره، لاني ما كنتش انا بصنع ولا كنت اعرف حاجه عن صناعه آلة العود. فرحت لاكتر من صانع، اللي يقول لي ده امره صعب وده ما ينفعش يتصنع وده فكرته مش مظبوطه، الميكانيزم بتاعه مش تمام. فانا شويه عندي في حته ان انا ادخل في المجال. فعملت كده بالفعل ودخلت في مجال صناعه آلة العود. اخدت العود اللي معايا، ذاكرت المقاسات اللي عليه، وبدات ان انا اعمل عود بدون بنجأ مفاتيح بالكامل. دي كانت البدايه. طب اشمعنى آلة العود؟ يعني ليه شغفك جه قوي لآلة العود؟ السؤال ده مهم جدا، لان في ناس كتير قوي بتحب آلة العود وحتى انها ما بتعزفش لكن بتسمع آلة العود. في البدايه انا ما كنتش بعزف، في البدايه انا كنت بسمع. حتى آلة العود ما حدش علمني العزف عليها، انا مش خريج اكاديمي ولا قعدت تحت ايد مدرسين بيعزفوا. انا في البدايه شفت حد بيعزف عود فحبيت العود، وحبا في الآلة قررت اني اتعلم العزف على العود. طبعا لازم يكون في حس من الموهبه يكون موجود علشان تقدر تكمل، فده كان موجود وربنا ساعدني على دون وكملت ان انا اسمع آلة العود. طب ايه هي انواع الآلة؟ يعني العود انواعه ايه مختلفه؟ دي حقيقه. انا في البدايه ما كنتش اعرف الكلام ده. في البدايه انا كنت اعرف العود اللي معايا بس، هو ده العود. اللي هو الشكل التقليدي. واتحاربنا كتير جدا لما بدات ان انا ابحث كتير عن مقتنيات آلة العود، وازاي مجال التطور الحديث دخل في صناعه آلة العود. مش بس آلة العود، في البدايه التطور الحديث دخل في صناعه الآلات الوتريه والآلات الالكترونيه اللي موجوده على الستيج. واكتر ناس كانت بتحارب الآلات الالكترونيه في التطور لآلة العود العازفين اللي هم انترستد قوي بالعود اللي هو الشكل التقليدي. ايوه بالظبط كده. وهو ده اللي احنا كنا نعرفه.
لكن لما بدأت ان ابحث عن وجود ادوات الكترونية تقدر تخدم معايا الصوت بشكل جيد جدا وباور اعلى، وبدأت اطبقه في آلة العود، بدأ معايا الصوت يكون افضل. حضرتك بتحاول تضيف للعود زي تطور كده، هل بتقدر التطور ده تدخله على كل حاجة في العود، ولا في حاجات ستاندر ما تقدرش حضرتك تقرب منها؟ يعني أنا شايفة هنا جنب حضرتك عود بشكل مختلف، هل ده كله حديث وحضرتك مطوره كله، ولا في حاجة حضرتك ما تقدرش تتدخل فيها؟ عظيم جدا. التطور مهم جدا، ولكن علشان دايما احط التطور، احط بصمة التطور، لازم يكون عندي ثوابت او ستاندر اقدر احط عليه التطور بتاعي ده. طيب. الستاندر بتاعي طبعا هو المقاسات. ما اقدرش اخرج عن القياسات المعترف والمتساند بها من التربية الموسيقية، من العازفين، من كونجرفتوار، لان عندنا 3 مدارس يختصوا بعزف آلة العود: المدرسة المصرية والمدرسة العراقية والمدرسة التركية، ولكل مدرسة ليها مقاسات خاصة بيها. المقاسات دي تختص للعازف ان يقدر يستخدم العود وهو عارف وحافظ مقاسات آلة العود. فطبعا احنا الستاندر بتاعنا هو مقاساتنا، لكن البصمة بتاعتنا هو انك ازاي تبدع انك تغير من شكل آلة العود بالكامل، وده اللي احنا عملناه. انا شايفة حضرتك هنا مغير فعلا، المفاتيح مش موجودة في مكانها الطبيعي، موجودة ورا. ايه اللي دفع حضرتك لده؟ ايوه، هو ده اللي انا قلت لحضرتك، اني انا صنعت هذا العود سببا في ان المنطقه دي هي اللي يكون فيها بيت المفاتيح. ايوه، هي دي اللي كانت بتنكسر عرضه للكسر. وكمان عملنا حاجه مختلفه. العود ده مصنع من قطعه خشب واحده، فالعود ده غير قابل للصيانه، هيعيش دايما طول العمر. مفيش حاجه اسمها دوسه ترتفع اللي هو منطقه العفق خالص، مفيش حاجه اسمها يتكسر، هو قطعه واحده فقط لا غير. وخليت بيت المفاتيح من الخلف زي ما حضرتك شايفه، بقى اسهل معايا في الدوزان، وكمان العود بقى عملي جدا جدا. مش بس كده، كمان بصوا، كمان اوريكم حاجه غريبه يا جماعه. العود ده فك وتركيب كله بالكامل، يعني يقدر العازف يقدر يستخدم القطعه اللي في النص بس للعزف، يقدر يستعمل هاف كوس، الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت. الموضوع سهل جدا جدا جدا. ده استخدام آلة العود بالظبط اهو، وسهل جدا في التركيب، وده اللي دفعني ان انا اصنع هذه الآلة. شوفي بكل سهولة خالص انا ركبتها بس، خلاص بس كده. رائعة بصراحة. تسلمي وتعيش. هل حضرتك بتقدر تتحكم في الصوت بتاع العود قبل مرحلة التصنيع؟ السؤال ده بيسألوا دايما عازفين كتير. عارفة في عازفين شطار جدا مش بيقدروا يروحوا ورش يصنعوا العود بتاعهم. ليه؟ لأن دايما بيخاف المقولة المشهورة بتاعت زمان إن العود ده بطيخة مقفولة، يا عالم صوته هيطلع حلو ولا وحش. ده دايما اللي بيتقال. فبيفضل إن هو ينزل يشتري العود بتاعه من السوق، واوقات بيبقى مش هو العود المطلوب، مش هو الماتيريال او هو نوع الخشب او التقفيل او الشكل اللي هو عايزه متفصل مخصوص ليه. لكن يعني بيتغلب امره انه ينزل ياخد هذا العود علشان ما يضحكش عليه في الصوت. أيوة. حاليا دلوقتي احنا بنطبق علوم الفيزياء في الصوت. من اول ما بيكون العود قطعة خشب، انا من البداية لو قلت لحضرتك شيء ممكن يكون الامر ينضحك عليه، انا من البداية بكون واقف بكلم الخشب، انا بتكلم مع الخشب، بشوفه انت عايز، انت في العود عايز يبقى شكلك ازاي ومقاساتك ايه. فطبعا من خلال اختيار جودة نوع الخشب، ومن خلال المقاسات، من خلال التقفيل الجيد، ومن خلال استخدام الادوات الحديثة المتطورة، بدأت احدد الان ان صوت العود اللي معايا اقدر يكون صوت حاد او غربي او صوت شرقي او صوت رخيم او جهوري، واقدر احدد الباور بتاع العود بتاعي. فطبعا بقينا نعمل كده. فانا من هنا من مع حضراتكم اقدر اطمن العازف جدا جدا، اقول له ما تخافش انك تصنع عودك بنفسك، المهم جدا انك تختار حد يكون فاهم الادوات الحديثة المستخدمة في صناعة آلة العود عشان تقدر تستخدم عود جيد متفصل مخصوص لحضرتك. عمر الشجرة بيحدد الصوت او طبعًا بيخلي الصوت يختلف؟ طبعا. طبيعة الشجرة احنا عارفينها انها مزروعة في الارض. أيوة. بتاخد مية، بتاخد هواء، بتاخد رطوبة. كمان حاجة تانية، الشجرة بداخلها فيها حشرات
فيها كائنات حشرات بتتغذى وبتتربى داخل الشجره. يعني ايه اقول شجره عمرها طويل؟ شجره عمرها طويل يعني شجره دخلت درجه تجفيف عاليه جدا، خرج من الخشب ده الرطوبه، خرج من الخشب نسبه الميه اللي فيه، خرج من الخشب الحشرات اللي جوه خلاص ماتت، فبقتش تتغذى على الثمر بتاع الخشب نفسه. اصبح ثمر الخشب معانا محدد اتجاهه ومحدد مساره، وفي نفس الوقت الخشبه نفسها احنا بنشوف الشجره طالعه كده، اول ما بنقطعها وهي لسه رطبه بيبدا الخشب نفسه ياخد اتجاهاته، يعني يبدا يلف. لازم اسيبه، ده الوضع الرباني بتاعه، اسيب الخشب ياخد اتجاهاته الطبيعيه، وبعد ما بيبدا يجف بعد مر سنوات طويله ويدخل مصانع تجفيف ومصانع تبخير عاليه جدا، ابدا من خلال بعد كده اعرف الخشب ده يناسب معايا هذه الصناعه ولا لا. فطبعا عمر الشجره يفرق جدا جدا في الصوت. في فرق ما بين العود العادي والعود الكهربائي في الاستخدام وقت ما العازف يكون اوريدي بيستخدمه؟ في فرق بينهم؟ ده سؤال جميل. السؤال ده بنتحارب عليه دايما، ان الناس اللي استخدمت العود التقليدي بتاعنا ابو قصعه او العود الاكوستيك، الناس دي مش قادره تطلع بره نطاق العود ده، فدايما بيحاربوا فكره ان يكون في عود الكتروني. مع الرغم يا جماعه الوضع سهل جدا وبسيط، اقدر اقول لحضرتك مفيش عازف اولا واخيرا ثم اولا ثم اخيرا تاني يقدر يستغنى عن العود الاكوستيك في البيت. دي حاجه. طيب ايه الفرق بقى؟ الفرق مهم جدا. انا كعازف وكمطرب محترف لو انا على الستيج ما اقدرش استخدم العود الاكوستيك، انا بقدم حفله قدامي مئات بل والاف من الجماهير. العود اللي على الستيج مش هيخدمني كصوتا، مش هيخدمني كمان كتحكم في العود، وبالاخص لو انا مطرب وبعزف على العود. ناس كتيره من العازفين مشهورين جدا لازم يستخدم الآلة بتاعته وهو بيعزف. يعني أنا لسه كنا مع الأستاذ مصطفى قمر، هو صاحبنا وحبيبنا يعني، وكان معاه الجيتار بتاعه وهو بيعزف. أنا قلت له الكلام ده، قلت له شوف لو أنت معاك الجيتار الأكوستيك كان الموضوع يبقى عامل إزاي. فالحقيقة ما كنتش عارف أعزف، يعني مش عارف أغني وأعزف في نفس الوقت. فجماعة العود الأكوستيك هو ليه استخدامه الخاص، ده في البيت في جلسة خفيفة ما بين أعداد بسيطة، صوته بيخرج من خلال تجويف القصعة بتاعنا. إنما الإلكتريك أنا بتحكم في خامة الصوت بتاعته من خلال الميكسر، أقدر أسمع آلاف من الجماهير، وفي نفس الوقت أسهل في الاستخدام على الستيج. طيب بشكر حضرتك جدا واستمتعت جدا بالحوار مع حضرتك. تحياتي ليكي وأنا مشكور جدا لحضرتكم. وبكده تكون خلصت فقرتنا مع الأستاذ ميشيل لطفي، عازف وصانع العود، اللي عرفنا معاه إزاي بيتم اختيار العود المناسب لكل عازف، وكمان عرفنا أسرار العود وطريقة تصنيعه. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا وقدرنا نفيدكم، واستنونا في فقرات كتير جديدة، واستنونا بكرة مع حلقة جديدة من برنامج يوم سعيد.